هل الاكل الجاهز عند محمود الفار حلو ويستاهل ولا هيبقى اي كلام؟ جربت الاكل من عنده مرتين في رمضان. اول مره رحت تقريبا متاخر شويه فكان في اصناف كتير خلصت، وده الفرع بتاع بورسعيد ارض الجولف. المهم اول مره طلبت نص فرخه روستو، كانت حلوه ونظيفه ومستويه كويس. وطلبت محشي، كان موجود فلفل وكوسه. الكوسه كانت حلوه بس الفلفل اللي كان خطير. كمان جبت طبق رز بالشعريه، ودي بسله بالجزر كانت حلوه زي اكل البيت بالظبط. اما دي لحمه كباب حله، الكيلو فيها غالي شويه مش عارف ليه، سعره تقريبا 750 جنيه الكيلو بالصوص بتاعه. اللحمه كانت مفتته خالص، مفيش قطع سليمه، واللي شغال هناك قال لي قبل ما يغرف قال لي ان هي هتبقى مهريه، فقلت له ماشي هاتها وخلاص. بس بشكل عام كان طعمها حلو. عندهم مشاوي تقدر تختار الكميه اللي انت عايزها، بتحاسب بالوزن وبيشويها لك وانت واقف. فطلبت حاجات قليله، سجق وكفته وكباب. المشاوي كلها كانت حلوه وبيجي معاها عيش وطحينه. تاني تجربه طلبت سمبوسه لحمه، دول طلعوا تقريبا 360 جرام ب 109 جنيه. ده شكلها مش عاطفي خالص، وطعمها كمان برضه مش عاطفي. يعني دي ممكن تكون أسوأ سمبوسة اكلتها في حياتي. الحشو مليان جدا لكن طعمه مش حلو خالص، مليان بصل وبهارات. ريحة الزيت بتشمها بوضوح أول ما تفتح الطبق، كانت مزيتة جدا. العجينة مستخدمين طبقتين في بعض القطع، وبعض القطع التانية 3 طبقات في العجينة، وفكة من بعض ومش ملفوفة كويس، ففي الآخر للأسف اترمت. دي بقى بطاطس صينية، الكيلو فيها ب100 جنيه، دول تقريبا 420 جرام ب42 جنيه. طعمها كويس شوية بس متقطعة قطع سميكة بزيادة، بس شغالة. ودي قطعة مش لحمة، هي قراقيش دهن أغلبها، ودي حطها بعد الوزن يعني ما وزنهاش مع البطاطس. أما دي فراخ فرن صدر وزنه 270 جرام ب 88 جنيه تقريبا، كانت حلوة، وتقريبا دي أحلى حاجة في التجربة التانية كلها. وآخر حاجة فراخ مكسيكي 320 جرام ب 128 جنيه. ما عجبتنيش قوي، هي شغالة بس مش مميزة قوي. أو العصاير هناك عندهم ممتازة، أنا جربت الكركديه والتمر الهندي والمانجا كلهم ممتازين. وأخيرا طلبت صنفين حلويات، البغاشة كانت كويسة، أما البسبوسة الملوكي ما كانتش أقوى حاجة، الفرق بينها وبين بتاعة اللورد كبير جدا جدا. بس دي تجربة محمود الفار. سلام.